السلام عليكم يا عم الحاج. وعليكم السلام. أؤمر يا أستاذ. شايفك واقف تتكلم مع الصبح المجنون. دي هربانة منه يا عم. الله، ولما هو صبحي المجنون وهربانه منه وانتوا عارفين سايبينه ليه كده؟ يعني قاعد وسط البشر. بناخد بإيده يا سيدي زي ما بناخد بإيدك أنت كمان، وأي حد محتاج مساعدة إحنا كلنا في بعض يعني. الله يبارك لك يا سيدي، الله يبارك، متشكرين متشكرين لافضال حضرتك يعني. بس انا عايز اعرف بقى ايه، اروح منين بقى عيادات الامل يعني؟ بص أنت تمشي على طول وتدخل تاني شمال في تالت يمين على ايه وبعدها. يا عم الحاج؟ اهدى بقى شويه كده بالراحه، ده انا تهت منك اساسا. انا تهت منك بعد اول يمين. أنت ليه نفسك قصير يا ابني؟ اتعدم شوية الصبر وطولة البال. طب استنى بقى أوصف لك طريق تاني مادام الأول ده مش عاجبك. يا راجل، الوصفة الأولى مش عجباني، تقوم مغير لي الوصفة، تديني وصفة غيرها يعني والله لا، أنت بتوصف لي دواء حضرتك وأنا بقول لك ما بحبش البرشام، هتديني شرب؟ الله، أنت زميل عم صبحي في سراية المجانين ولا إيه يا عم الحاج بس؟ لا طبعا يا ابني، أنا مؤمن بإن كل الطرق تؤدي إلى روما. مش صح ولا إيه يا ناجي؟ ناجي ده خد بالك أقدم واحد في المنطقة، ده هو التاريخ ذات نفسه. مساء الفل يا عم ناجي، هتوصف لي ولا هتعمل فيا إيه أنت كمان؟ مساء الفل يا أستاذ. خد بالك أنا تاريخ على فكرة، وزي ما تفضلت وقلت يا حسني، كل الطرق تؤدي إلى روما وإلى ناجي، حتى لو عديت على الكونغو. يا دي الليلة الزرقاء اللي مش عايزة تخلص، من روما للكونغو وانا لسه لحد دلوقتي ما عرفتش اساسا اروح فين عيادات الامل. ما هو فعلا لو أنت كان عندك أمل أو حتى عايش بالأمل، كان زمانك وصلت فعلا إلى عيادات الأمل. ما هو خلاص يا جدعان، خلاص انا اساسا فقدت الامل بصراحة. لا، اوعى. انت عارف انا ليه سموني التاريخ؟ عشان أنا بقالي 20 سنة تايه ومش لاقي نفسي، ومع ذلك صنعت المجد وكتبت التاريخ وخليتهم يقولوا مقولتي الخالدة. مقولة خالدة؟ هي بقت للدرجة دي؟ خلاص انا تحولت الى دعاية قومية. بقى اللي انا يحصل ده كله اتقال في مقولة اتفضل يا استاذ، اتفضل بقى قول لنا ايه هي مقولتك الخالدة دي. ليه تقول معرفش طالما تقدر تفتي؟ يا رجالة، قولوا له يروح فين عيادات الأمل وخلصوني.